ان مش كل حاجة بنشوفها هي الحقيقة، حتى لو انت شفتها، حتى لو انت سمعتها، حتى لو انت حسيتها، ممكن ما تبقاش الحقيقة عادي. ممكن تكون الحقيقة ابعد اجابة ممكن تيجي في ذهنك عادي جدا. فمش عشان شفت حاجة بعينك الاتنين اللي بتثق فيهم اكتر ما بتثق في اي بني ادم انت تحكم على الموقف. ابدا ابدا ما تعملش كده. فده اما فكرت ادركت ان ربنا عايز يعلمني كده، ان انا مهما شفت ما اقدرش احكم على حاجه. في برضو درس اتعلمته من قريب جدا 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 وحابه اشاركه قبل ما انساه. اتعلمت ان ما ينفعش نستغرب فشل اختبار حد في الحياه. يعني في انسان ربنا اختبره في اختبار وفشل فيه، ما ينفعش ان احنا نستقل من الاختبار او مثلا نقلل منه ان ازاي ما نجحش في اختبار زي كده، في حين ان احنا ما مرناش بنفس الاختبار. يعني هديكم مثال بسيط. يعني ما ينفعش واحد يبقى حصل له حادثه وقطع رجله فتيجي تستقلي منه انه ما انت عندك رجل تانية، ما انت ممكن تركب رجل صناعي وتعيش، انت عامل زي اللي قتل له قتله، احمد ربنا ان انت طلعت عايش. في ناس حصل له من اكتر من كده واللي 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 واللي، وانت بتقلل من فشل في اختبار بتاع ربنا. انت مريت باختبار زي كده؟ لا. مريت بنفس الاختبار؟ لا. حتى لو مريت بنفس الاختبار، هل مريت بنفس الاختبار في نفس السن بنفس القوة الذهنية والقوة البدنية والقوة النفسية؟ لا. يبقى ما ينفعش تعلق على فشل واحد في اختباره. هو فشل في اختبار ربنا اداه، انت ما مريتش بنفس الاختبار عشان تقول ما مريتش بنفس الاختبار بنفس الظروف بنفس الوقت بنفس كل حاجه عشان تقول والله انت ازاي فشلت في حاجه زي كده، ده حاجه تافهه. ده انا مريت بالاكتر من كده، ايش عرفك؟ في حاجه اسمها، عارفه بيقولوا دايما البسكوتايه. في فعلا انسان في الحياه بسكوتايه، لو مر بحاجه بسيطه بتبقى بالنسبه له كبيره جدا مش قادر يتحمل معاها، في حين ان نفس الحاجه دي لو مرت عندك مش هتحس بيها. فانت الحاجه الخطيره اللي عندك دي مساويه الحاجه البسكوتايه اللي انت حاسسها بس مع الشخص التاني، عشان دي قدره، دي اكبر من قدره تحمله ودي اكبر من قدره تحملك. فالاتنين متساويين ولكن مع نفس الظروف مع نفس البني ادمين. فهمتوا ازاي؟ لان احنا مختلفين كده كده.